اول لما فقت من الولاده بصيت جنبي، لقيت ماما واقفه والدموع في عينيها. قلت لها مالك يا ماما، في حاجه ولا ايه؟ قالت لي ابدا يا بنتي، الحمد لله على السلامه. قلت لها الله يسلمك، هو فين العيل؟ انا خلفت ايه يا ماما، بنت ولا ولد؟ قالت لي حاضر حاضر، هجيب لك العيل دلوقتي. قلت لها هو انت عامله لي مفاجاه ولا ايه؟ جبت ولد ولا بنت؟ قالت لي يا بنتي ما تقلقيش، هتعرفي دلوقتي. وراحت الاوضه التانية وجابت الولد اللي كان ملفوف كويس. واول لما فتحت اللفه اللي كان فيها الولد اتصدمت صدمه عمري. ده لا يمكن يكون ابني ابدا، مستحيل. ودي بنت ولا ولد؟ ولا شكله عامل كده ليه؟ ده غريب قوي، دي حاجه غريبه. بقى معقول كل اللي عملته يقعد لي كده؟ ماما قالت لي خلاص يا بنتي، ده نصيبك وقدرك. رميت الولد على السرير جنبي وقلت لها ابدا مش همسك العيل ده، العيل ده مش ابني، انا مستحيل اخلف الشكل ده ابدا. قالت استغفري ربنا يا بنتي وقولي الحمد لله. قلت لها لا طبعا مستحيل، وفضلت اصرخ زي المجنونه. ورجعت بالزمن لورا للي انا كنت بعمله في الناس. اسمي جميله، وانا فعلا جميله بجد. شعر اصفر وعينيا خضرا، حاجه كده ما تشوفش في جمالها في الدنيا. حاجه جميله تحب تبص لها قوي. كنت عايشه مع بابا وماما واخويا، حياتنا كانت جميله. وانا طبعا كنت الدلوعه، دلوعه العيله ودلعه المنطقه كلها. كل الناس بتحلف بجمالي، وماما بتقول عليا ست البنات، وبابا كمان كان مدلعني. والناس كلها بتشهد بجمالي. اصل الناس للاسف بتاخد بالمظهر وبتسيب الجوهر. عدت الايام وكبرت، وجالي عرسان كتير قوي، الغني والقصير والطويل. كنت عماله بنقي فيهم عشان اختار اللي انا عايزاه واللي على مزاجي. وفعلا اخترت اغنى واحد فيهم واجمل واحد في الشكل. اصل ماما قالت لي واحده زيك تختار اللي هي عايزاه، وعمرها ما تنجبر على حاجه ابدا. وفعلا اتجوزت خالد وعشت معاه اجمل سنين عمري، لانه كان شايلني من على الارض شيل، وبيحبني بجد من قلبه. وعادت الايام لحد لما جه اسبوع ابن اخويا. كنت مبسوطه قوي فرحانه، بس اول لما شفت العيل فضلت اضحك قدام الناس. وقلت لسناء مرات اخويا ايه اللي انت جايباه ده؟ الواد شكله وحش قوي. قالت لي حرام عليكي، ليه بتقولي كده؟ قلت لها مالك يا سناء، هو عشان العيل شبهك زعلانه؟ سناء كانت زعلانه قوي واتكسفت قدام الناس اللي كانوا كاتمين الضحكه بالعافيه. وماما لانها ما بتحبش مرات اخويا كان الموقف عادي بالنسبه لها، وطبعا ما حبتش تغلطني ابدا لانها بتحبني وبتخاف على زعلي. وعدى اليوم، ودي ما كانتش اول مره اضايق فيها سناء، ده انا كمان عملتها مع سلفتي. كنا متجمعين في بيت العيله في يوم، كنت قاعده انا وحماتي وسلفتي وكمان جوزي، ولقيت بنتها دخلت. قلت لها مال بنتك شعرها اكلت كده ليه؟ شكلها مش حلو خالص. انا عرفت يا جماعه ان انا حامل. سلفتي بصت لي وقالت لي الف مبروك يا بنت الاصول، بس ما ينفعش تقولي كده لطفله، طفله صغيره ملهاش اي ذنب. انتي مالك ومال شعرها؟ البنت جميله قوي في عيني وانا بحبها. حماتي بصت وضحكت وقالت شفتي بقى يا نوال، انا ما كنتش غلطانه في اللي بقوله. بدل ما تجيب لنا عيال حلوين كده، ولا اقولك بلاش، جميله هي اللي هتجيب لنا العيال الحلوين، وهتجيب لنا الواد الاموره ابو عين خضرا زيها كده وزي حسنها وجمالها. بصيت لها وضحكت وقلت لها ربنا يخليكي ليا يا حماتي. وفضلنا نغيظ في سلفتي. مسكت البنت قلت لها بقولك ايه، تعالي هنا. قالت لي نعم يا طنط، وهي عماله بتعيط. خلاص ما تعيطيش، هجوزك ابني اللي هيجي. قالت لي طنط انا مش فاهمه. قلت لها طب خلاص روحي انت العبي. لقيت جوزي بيقول لي خلاص بقى يا جميله، عيب اللي انت بتعمليه ده، سيف لو جه دلوقتي هيزعل على بنته. انت عارفه هو بيحبها قد ايه، وبعدين انا ما اقبلش ان انت تضايقي عياله صغيره بالطريقه دي. قلت له انت زعلان ليه بس؟ ما تسكت بقى خلينا نضحك شويه. وقعدنا وكملنا السهره. طبعا سلفتي كانت متغاظه ومتضايقه وطلعت على شقتها،
وما رضيتش تقعد معانا. كنت على كده طول الوقت، وعمالة بعايب على اللي رايح واللي جاي. انا ما كنتش بعمل كده عشان خاطر حاجة، انا فعلا كنت شايفاهم مش حلوين، شايفاهم كده اقل مني. ده اللي اتعودت عليه طول عمري، لحد لما عدت الايام ولقيت جوزي بيقول لي بقول لك ايه، مفيش داعي بقى ان احنا نعمل سونار. قلت له ليه بس؟ قال لي كده عايزه تبقى مفاجاه ليا وليكي، عايزه انا وانتي نتفاجئ يوم الولاده وننبسط ونفرح مع بعض من غير ما نتوقع قبلها. وبعدين بصراحه كده عشان ماما راميه عشم كبير قوي ان اللي في بطنك يبقى ولد، ولو طلع بنت هتقلب الدنيا وتعمل مشاكل وتقلب عليكي، ولو طلع ولد هتفضح الدنيا وتقول للناس كلها، وساعتها هنعرض نفسنا للحسد. ايه رأيك بقى في الفكرة بتاعتي؟ قلت له بصراحة كده عندك حق، خلاص انا هسمع كلامك وبلاش نعمل سونار. وعدت الشهور ورا بعض لحد لما جه وقت الولادة. طبعا لا سلفتي ولا مرات اخويا ولا حد كان بيكلمني ابدا، كان بيقول عليا ام لسان طويل، لسان سم، بيقول كل الكلام اللي دمه تقيل. وفعلا انا كنت خلاص قطعت علاقتي بيهم. وجه يوم الولادة وكانت جنبي امي بس، لان تعبت وانا قاعدة عندها، وطبعا خدتني على المستشفى على طول من غير ما حد يعرف. وبعد الولادة لقيتها جنبي وبتعيط، ولما شفت العيل اتصدمت واتفجعت. الولد كان شكله مش حلو ابدا. انا ساعتها حسيت ان قلبي بيوجعني، ولقيت ماما بتقولي اكلمك بحق ربنا يا جميلة ولا هتزعلي مني؟ قلت لها انا مش ناقصة اي كلام. قالت لي لا لازم اقولك، انت كنت عمالة بتعيبي على الصبيان والبنات وبتعيبي على خلق الله كلهم، ده اسمر، ده وحش، ده شكله غريب، ده شكله مش عاجبك، وده شكله مش عاجبك. عيبتي على الناس كلها وكسرتي خاطر ناس كتيرة قوي. تخيلي بقى ان ربنا حطك في نفس الاختبار وهيشوفك دلوقتي هترضي ولا هتعملي ايه. قلت لها لا مش هرضى، انا لو اطول دلوقتي ارميه من البلكونة كنت رميته. انا مش عايزة العيل ده يا ماما، مش عايزاه. قالت لي طب هتعملي ايه؟ انا يا بنتي محتارة فيكي. قلت لها بقولك ايه، سيبيني قاعدة شوية مع نفسي، سيبيني ارجوكي لاني تعبانة بدل ما يجرالي حاجة. ولا اقولك بصي يا ماما انت عايزاني ابقى كويسة؟ قالت لي اه. قلت لها انزلي بسرعة هاتيلي اي اكل، انا جعانة وعايزة اكل دلوقتي. قالت لي ماشي يا بنتي، حاضر، هجيب لك كل اللي انت عايزاه. وفعلا نزلت امي ومشيت من المستشفى، وانا وقتها اخدت الولد ده ومشيت بيه في الشارع. كنت تعبانة قوي مش قادرة اتحرك. انا اصلا مشيت من قبل ما استأذن من المستشفى، يعتبر كده هربت قبل ما حد يجي. اصل ماما كمان قالت لي انها اتصلت بجوزي وجاي في السكة، وانا كان لازم امشي قبل ما هو يجي. والحسن الحظ ان احنا كنا بالليل، اصل ما ينفعش حد يشوف اللي انا خلفته ده، دي تبقى مصيبة عليا. انا مش عارفة الناس هتبصيلي ازاي ولا تقول عليه ايه. الولد شكله غريب وانا بجد مش قادرة اتقبله ومش حباه ومش عايزاه. انا ابني لازم يطلع شبهي، شعره اصفر وعينيه خضرة، ده حتى ابوه شكله حلو، ازاي يطلع بالشكل ده؟ فضلت ابص حواليا، وساعتها مشيت لحد الجنينة. كانت الدنيا فاضية، والحسن الحظ احنا كنا بالليل، وعشان كده فضلت ابص يمين وشمال لحد لما ما لقيتش حد شايفني. وساعتها سبت الولد وحاولت ابعد عنه. الولد كان عمال بيصرخ وبيعيط. فضلت ماشية في طريق وانا عمالة اقول اسكت بقى لحد يسمع صوتك، بس وانا ماشية تعبت ودخت ووقعت على الارض. المجهود كان جامد عليا وانا كنت لسه والدة ما بقاليش ساعتين. بس لما فقت لقيت نفسي في بيت، ولقيت ست جنبي كان شكلها باين عليها انها طيبة، ولقيتها بتقولي كويس انك فقت يا بنتي، كويس ان انت كويسة. قلت لها وانا فين وحضرتك مين؟ قالت لي انا كنت ماشية وعربيتي ولقيتك في الارض واقعة، اخدتك معايا وبعدين فوقتك، عاملة ايه دلوقتي؟ قلت لها بخير، انا كويسة الحمد لله. قالت لي طب كويس. واحنا بنتكلم دخل واحد قاعد على كرسي متحرك، وكان شكله ان هو كبير. اول لما دخل لقيت مامته بتقول ايه يا حبيبي، انت محتاج حاجة يا ابني؟ ما كانش بيتكلم، كان باين عليه ان هو متأخر عقليا. لقيتها عمالة تطبطب عليه وتبوسه. اول لما طلع من الأوضة
قلت لها هو ده ابنك؟ قالت لي ايوه، ده الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا. قلت لها طب وانتي ازاي يعني بتخدميه وبتشوفي طلباته؟ قالت لي ربنا بيعني، ربنا عارف اني بحبه وما قدرتش ان هو يبعد عني لحظة. قلت لها طب وكان شعورك ايه لما خلفتيه؟ قالت لي كنت طايرة من السعادة، ده انا قعدت 10 سنين ما بخلفش، ولما ربنا كرمني بيه كنت سعيدة، سعيدة قوي. ولما كبر وعرفت مرضه كنت سعيدة بيه اكتر، وربيته لحد ما بقى راجل، ونفسي يعيش معايا العمر كله وانا افضل تحت رجليه. ما اعرفش ليه غيرت منها وقلت لها انت بتحبيه؟ قالت لي ده انا روحي فيه وانا ليا غيره، ده ضنايا يا بنتي، ضنايا اللي كنت بتمناه من الدنيا واللي ماليش غيره. قلبي وجعني قوي وحكت لها على كل اللي انا عملته. زعقت فيا وقالت ازاي تعملي كده؟ ازاي يهون عليكي ضناكي؟ حرام عليك يا مفترية، يلا بينا ننزل ندور عليه. نزلنا انا وهي بالعربية وفضلنا نلف حوالين المكان. نزلت بسرعة وانا بجري على الجنينة، وانا فعلا كنت ملهوفة ان انا الاقيه. لقيت واحد ماسكه ومحتار بيه، جريت عليه وقلت له ابني. قال انت مين يا ست انتي؟ قلت له ده ابني، انا اللي سبته ومشيت، اديهولي ارجوك. قال لي لا مش هديهولك. قلت له ليه؟ بقول لك ابني. قال لي خلاص يبقى نطلع على الاسم. قلت له ارجوك بلاش شوشره. الست قربت منه وقالت له عشان خاطري يا ابني هات العيل ده، واخدت العيل ومسكته وقالت له خلاص يا ابني، متشكرين منك لحد كده، كويس ان انت حافظت عليه. اتكلمت وقلت خلاص متشكرين بقى، ارجوك تسيبه. قال لي طيب خلاص، طالما انتي امه ومتأكدة من كده هسيبك. وفعلا ساب الولد ومشي، وانا اخدت الولد في حضني، وساعتها حسيت احساس غريب، حسيت انه انا بحبه بجد. وقلت للست وصليني للبيت، ووصلت البيت وكله طبعا شاف ابني. سألوني كنت فين ومرضتش اجاوب. وبعدها طبعا كله اتفاجئ واتصدم من ابني، اتصدموا ان الست الجميلة اللي كانت بتعايب على الكل تخلف ولد يعني شكله مش قوي. ساعتها بقى انا اتمسكت برأيي ودفعت عنه قدام الناس كلها، وكبر ابني وبقى عريس، وقدرت احافظ عليه. واتعلمت من اللي حصل لي ده كتير قوي، وبقيت بعلم غيري. ربنا خلق كل شيء جميل، احنا بس اللي عننا تبقى مش حلوة لما نشوف كل حاجة بمقياس الجمال. الجمال بيبقى بالقلب وبالأخلاق، مش شرط بالشكل وبس. اتعلمت كتير من اللي حصل لي، ولما وقفت قصاد كل الناس اللي كانت بتعيب على ابني عرفت بجد ان كنت بعمله في الناس. لازم نراعي ربنا في اللي حوالينا وفي كل كلمة بنقولها، عشان اللي بتقوله دلوقتي هيرجع لك بعدين وبالزيادة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة.